40 وفول لحد الظهر. في الفيديو ده هنختبر كمبيوتر العربية، وأيوة اللي انت سامعه ده صح، هنختبر والله كمبيوتر العربية، لأن في ناس بتشكك فيه هو كمان. كتير جدا تلاقي العربية حاسبة لك معدل استهلاك 6 لتر كل 100 كيلو، 8 لتر كل 100 كيلو. فيا ترى الكلام ده صح ولا غلط، والكمبيوتر دقيق ولا بيشتغلنا هو كمان وبيضحك علينا؟ اللي احنا هنعمله ببساطه ان احنا هنجيب العربيه نفولها للزور ونمشي بيها مشوار محترم حوالي 200 كيلو. بعد كده نرجع نفولها تاني للزور لما نوصل بالسلامه ان شاء الله، ونقارن معدل الاستهلاك اللي احنا شفناه بعينينا بمعدل الاستهلاك اللي كاتبه كمبيوتر العربيه، وساعتها هنعرفه صادق ولا كذاب. توكلنا على الله، يلا بينا. كده فولنا العربيه اهوت، هنبتدي بقى نصفر عداد الرحلات، وهنصفر كمان الافريج. خلاص، اللي هنصفره الافريج مش معدل الاستهلاك اللحظي، كان 7.1 اهو بقى صفر. وهنبتدي بقى المشوار بتاعنا حوالي تقريبا هيبقى في حدود 180 كيلو 200 كيلو. هنحاول نمشي على كل الطرق، يعني طرق زحمه وطرق سفر وكل الطرق من كل الانواع، بحيث ان شاء الله يبقى الاختبار لكمبيوتر العربيه اختبار دقيق. توكلنا على الله. رحلتنا هتبتدي من مدينة حوش عيسى في محافظة البحيرة الساعة 7 تقريبا، والجو كان بارد كده وجميل، وأنا بحب جدا جدا السفر الصبح والجو بارد كده، بتبقى الدنيا فعلا فعلا جميلة. وكل الناس اللي بتحب السواقة هيفهم قصدي. ويا سلام بقى لما تعدي كده تاخد لك كوباية قهوة وتشربها كده في جو جميل، ده بتبقى تحفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. خرجنا من مدينة حوش عيسى وداخلين على مدينة أبو المطامير، ففي حتة في الطريق ما كانتش اترصفت فمشينا فيها بسرعة بطيئة. الطريق مكسر إلى حد ما، لكن يعني هو مش مكسر بنسبة 100%، لكنه طبعا طريق لسه ما اترصفش. وطبعا كانت حاجة كويسة بالنسبة لي إن احنا نمشي على كل أنواع الطرق تقريبا. طبعا في ناس زي ما انت شايف ماشي على سرعة عالية، أنا ماشي على سرعة 30 كيلو متر في الساعة تقريبا. فالطرق المكسرة دي أنا ما انصحش حد يمشي بيها على سرعات عالية، لأنها مضرة جدا جدا لعفشة العربية. فيفضل إن أنت تاخدها واحدة واحدة كده وتمشي على مهلك. الموضوع مش بس عشان استهلاك البنزين، لا كمان عشان عفشة العربية. بعد كده الطريق كان وقف في الحتة دي، كان في لجنة تقريبا، ف يعني فضلنا واقفين كده او ماشيين بالراحه. طبعا يعتبر برضو الى حد ما مشينا على طرق يعني متوسطه السرعه وطرق مكسره وحتت زحمه، خدت بالك. لكن طبعا اغلب الطريق صراحه حلو بعد اعمال الرصف الجديده اللي عملوها. بعد كده طبعا خلصنا ابو المطامير وطلعنا على طريق مصر اسكندريه الصحراوي على سرعه 120 كيلو متر في الساعه. طبعا الطريق بقى جميل جدا، وطريق ما شاء الله واسع، وزي ما قلت لك السواقه الصبح بيبقى لها طعم تاني خالص خالص خالص. وكنت خدت كوبايه القهوه بتاعتي وروقت دماغي. فالتجربة فعلا جميلة وأنا استمتعت بيها، لأن أنا يعني مش واخد الموضوع كشغلانة، لا أنا واخده يعني في نوع كده من المتعة. وأنصحكم دايما تستمتعوا بالسفر. فالحمد لله، وبعد كده على الساعة 10 كده وتلت، 10 ونص، وصلنا القاهرة. وابتدينا اهوت هنفول العربية تاني ونشوف كده ايه النتيجة، ونشوف العربية خدت كام لتر، ونشوف هل في تطابق بين اللي العربية هتاخده من بنزين ومعدل الاستهلاك اللي حسب كمبيوتر العربية ولا لا. ده اللي هنشوفه، والله المستعان. ولحظة الحقيقة قربت. فيا ترى كل واحد فيكم متوقع ايه؟ يا ترى انت متوقع ان الكمبيوتر بيخرف ولا لا؟ هل انت متوقع انه بيدي نتيجة كويسة ولا لا؟ كل ده هنكتشفه في اللحظات الأخيرة. أنا عادة ما بفولش العربية للزور بالشكل دوت، وعمري ما بعمل كده، دايما بفول عند أول فصل فقط. ولكن علشان تجربة فقط، ده اللي خلاني عملت كده. زي ما انت شايف كده، ده الرقم اللي العربية خدته. خليني بقى انتخاب ده على الكمبيوتر. الحمد لله وصلنا بالسلامة. انا طالع من حوش عيسى في محافظه البحيره طبعا الساعه 7 وتلت. وصلت الحمد لله الدقي خلاص الساعه 10 وتلت. خدنا اهوت حوالي 3 ساعات في الطريق، خلاص وده منطقي. طيب المسافه اللي قطعناها قد ايه؟ قطعنا 196 كيلو متر. خلاص، اول ما وصلت دخلت فولت العربيه تاني لحد الزور زي ما هوريكم دلوقتي. قطعنا المهم 196 كيلو متر. انا كنت بقول لكم 180 200، قطعنا في النص كده 196. المهم يعني طبقا لمعدل الاستهلاك بتاع العربيه كمبيوتر العربيه 5.8 لتر لكل 100 كيلو متر. خلاص، فطبعا ده اللي قرا الكمبيوتر. هجيب بقى ورقه وقلم واحسب انا الايه ال 196 كيلو متر دول، واشوف مع البنزينه خدت 11 و4 9 لتر، فنقسم ده على ده ونشوف. يلا بينا، خلينا بقى نحسبها بالورقه والقلم زي ما قلنا. العربية أول حاجة قطعت مسافة 196.7 خلاص كيلو متر. تمام. خدت فيهم كام لتر؟ خدت فيهم 11.49 لتر، اللي هو من تفويلة الزور لحد تفويلة الزور. خلاص، خدت 11.49 كام لتر. طيب، هنقول بقى لو العربية مشيت 100 كيلو متر هتاخد كام؟ هتاخد اكس. طبعا ممكن يكون حد عنده طريقة أسهل، بس دي الطريقة اللي أنا بحسب بيها يعني. فالاكس دهوت هيساوي
اللي هو هيبقى معدل الاستهلاك بقى في الاخر لكل 100 كيلو، هيبقى 100 في 11.49 على 196.7 هيساوي كام؟ هنضرب ده في ده هتبقى 1149 على 196.7. هتقسم دول بالآلة الحاسبة على بعض، خلينا كده نقسمهم لحظة، تبقى 5.8 لتر لكل 100 كيلو متر. لما نبص على الرقم اللي مطلعه كمبيوتر العربية هتلاقيه تقريبا نفس الرقم بالظبط. ففكرة ان كمبيوتر العربية يطلع رقم مش مظبوط فطبعا دي بعيدة شوية، خدت بالك؟ بس في ناس كده هوايتها التشكيك تقريبا في كل حاجة، يعني كل حاجة كده لازم يطلع ويشكك فيها، فالله المستعان. المهم بقى ما ننساش اللايك، ما ننساش الشير، واتمنى من الله الفيديو ان شاء الله يكون ممتع ومفيد. وطبعا ما ننساش ان احنا يعني ما نعتادش المشهد اللي احنا بنشوفه عن اخواننا، لازم تفضل متابع، لازم تفضل عارف، لازم تفضل تشرح لاولادك، لازم تورث القضيه من جيل لجيل، ده اقل حاجه ممكن تعملها. لازم تستمر في المقاطعه، ما تشتريش الحاجات بتاعت ولاد الذين دول، دي اقل حاجه ممكن نعملها. وربنا يوفقنا جميعا للخير عشان نعرف نرد على نفسنا لما